السلام عليكم وأهلا بيكم. لو قلت لحضراتكم إن المكان ده اللي هو عبارة عن صحراء في خلال 3 سنين بس هيتحول هو نفسه للمكان ده، حد كان هيصدق؟ تعالوا النهاردة نشوف قصة أكبر ملحمة عمرانية حصلت في تاريخ مصر، وإزاي في وقت قياسي بنبني عاصمة جديدة لمصر من الجيل الرابع على مساحة 170 ألف فدان، مقرر إنها هتستوعب 6.5 مليون نسمة، بتضم منطقة أعمال مركزية بتتكون من 20 برج، من ضمنهم البرج الأيقوني أعلى برج بأفريقيا، وبتضم النهر الأخضر اللي هيكون أكبر حديقة مركزية في العالم على مساحة 1000 فدان بطول 11 كيلومتر، بيضم على امتداده مجموعة من الأبراج بتصميمات معمارية مميزة بتتعمل لأول مرة في مصر. كل ده جميل ورائع، بس دايما في سؤال بيسأله البعض، ومش لازم يكون شخص معارض، ممكن يكون شخص محب لمصر ومتخوف إننا نكون بنهدر أموال أو بنعمل شيء ملوش لازمة. السؤال هو: هل العاصمة الإدارية وجودها ضروري؟ هل تنفيذ مدينة بالحجم ده والشكل ده أضر بالموازنة العامة؟ وكلف الدولة 60 مليار دولار زي ما بيقول البعض؟ وكان ممكن نستغل كل الفلوس دي في أشياء تانية أفيد؟ هنجاوب على كل ده وأكتر، تابعونا. خلونا نبدأ الفيديو بالسؤال الأهم: هل إنشاء عاصمة جديدة لمصر شيء ضروري؟ قبل ما نعمل العاصمة الإدارية في تقارير مهمة جدا لخبراء مصريين وأجانب وشركات عالمية كلها توقعت إن القاهرة خلال السنين الجاية هتصاب بشلل مروري نتيجة زيادة عدد السكان في نفس المكان، لدرجة إن في شركة يابانية عالمية اسمها جايكا توقعت حدوث شلل مروري في بعض الشوارع الرئيسية في القاهرة زي شارع صلاح سالم اللي هتوصل سرعة المرور فيه ل 11 كيلومتر في الساعة كسرعة قصوى. دي كانت التوقعات المستقبلية للقاهرة، خصوصا إننا عملنا كل الحلول الممكنة فيها، عملنا أنفاق وكباري فوق الكباري ومحاور مرور جديدة، لكن خلاص الكل أجمع إن القاهرة مش هتتحمل أكتر من كده، ولابد من وجود عاصمة جديدة مخططة بشكل جيد تقدر تستوعب النمو السكاني وتخفف الضغط عن العاصمة القديمة. إذا احنا متفقين إن العاصمة الإدارية وجودها كان ضروري، مش رفاهية أو مدينة للمنظرة زي ما بيعتقد البعض. اختيار موقع المدينة من وجهة نظري هو اختيار عبقري. لما نيجي نبص على موقع العاصمة الإدارية هنلاقيها موجودة في النص بين القاهرة والسويس، بينها وبين القاهرة 45 كيلومتر وبينها وبين السويس 65 كيلومتر، وفي حالة اكتمال كل مراحلها العمرانية هتمتد ناحية الشرق في اتجاه البحر الأحمر وخليج السويس، وكل دي مناطق ساحلية واعدة موجود فيها موانئ مهمة جدا وكلها مناطق جاذبة للاستثمار. إذا اختيار موقع العاصمة الإدارية هو اختيار مثالي. نيجي بعد كده لموضوع تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية. قلنا قبل كده إن المدينة بالكامل تم إنشائها خارج الموازنة العامة للدولة، وما كلفتش الحكومة شيء غير أعمال المرافق والخدمات والبنية التحتية فقط. موضوع إن الحكومة دفعت مليارات والكلام ده كل ده غير صحيح، والدليل إن العاصمة الإدارية ماشية بمعدلات تنفيذ سريعة جدا رغم وجود الأزمة الاقتصادية، لأن كل الأبراج والتطوير العمراني بالعاصمة الإدارية هو استثمار للقطاع الخاص، نجحت الدولة إنها توفر له الأرض والمناخ المناسب للاستثمار. وبعد كده دخل القطاع الخاص والشركات المصرية استثمرت وعملت العظمة اللي احنا بنشوفها النهاردة. ودلوقتي تعالوا نشوف أحدث فيديو للعاصمة الإدارية ونشوف الملحمة اللي اتعملت في 3 سنين لحد النهاردة.
إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا، وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا شعوب الأرض المحبة للسلام.